قبل ما تبدأ ماتشات تشيلسي وليفربول اللي كلنا مستنيينها، في حكاية اتنست لكنها كانت الشرارة اللي غيرت مصير اتنين من أعظم اللعيبة في العالم. مورينيو تاريخه مش كله بطولات، مش علشان معاه 2 دوري ابطال ولا عشان درب رونالدو ودروجبا وابراهيموفيتش ما يبقاش عنده اخفاقات. في شوكتين في ظهره بيتمنى لو الزمن يرجع علشان يمسحهم من حياته، بس الماضي عمره ما بيتنسي. الشوكتين دول بقوا النهارده من اكبر الاسماء اللي لمست الساحرة المستديرة. 2 لعيبة مورينيو كان هيدمر مستقبلهم وكان ممكن يحرم الكورة من موهبتهم الجبارة. واحد اشتراه وطلعه إعارة فاكر إنه كده هيعلمه النضج، والتاني ما كانش مقتنع بيه أصلا. بس اللي مورينيو ما كانش عارفه إن الفشل أوقات بيكون أول الطريق، والمعادلة اللي وصلتك ليها قبل كده كانت بسيطة. الفشل يساوي بداية جديدة، وده بالظبط اللي خلاه يتصدم بعد اللي شافه منهم بعد كده. ستانفورد بريدج شاهد الصراع الثلاثي: صلاح، دي بروين، مورينيو. قدامك ساعة واحدة عشان تحل اللغز وتكتشف الحقيقة اللي مورينيو بيحاول ينساها. قبل ما نبدأ حل اللغز، اشترك في القناة واعمل لايك على الفيديو وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الحلقات الجديدة أول ما تنزل. برشلونة بيخم في اللعب، ده تصريح قاله جوزيه مورينيو واللي بسببه هيستخبى في صالة اللبس ويخش المغسلة عشان يهرب من عقوبة التصريح ده. الكلام ده اتقال في 2005 بعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في فترة تدريب السبيشال 1 الأولى للنادي اللندني. مورينيو كان صرح بعد مباراة تشيلسي وبرشلونة إن الحكم أندريس فريسك دخل في نقاش مع مدرب برشلونة فرانك ريكارد بين شوطين المباراة واتهم الحكم بالتحيز. بعد التصريحات دي اتعرض الحكم فريسك للتهديدات بالقتل من بعض الجماهير واضطر لاعتزال مبكر، وده خلى اليويفا تتخذ اجراء صارم ضد مورينيو ويقرروا ايقافه لمده مباراتين اوروبيتين ويتغرم 13,000 يورو، ونادي تشيلسي يتغرم 48,000 يورو ويمتنع عن اداء مهمته لمده المباراتين. بس مورينيو ما ينفعش يتوقف، عنده ماتش مهم قدام البايرن في نهائي ربع الابطال وده هيحرمه من خوض الماتش. مورينيو هيعمل ايه وهو موقوف ومطبق عليه الماده 70 من لوائح الانضباط؟ الماده 70 من لوائح الانضباط اللي اتطبقت على مورينيو بتنص على: يحق لمدير الفريق او لمدرب اللي تم ايقافه عن اداء وظيفته من متابعه المباراه من المدرجات فقط، ولا يسمح له بدخول غرفه اللبس او المنطقه الفنيه قبل او اثناء المباراه، ولا يحق له التواصل مع اللعيبه، عشان نص الماده 70 يحرمه من اداء مهمته. في 3 قوانين استخدمهم مورينيو، القوانين اللي خلت منه صانع معجزات كروية. وصوله ما كانش صدفة، كل قانون وراه قصة ودرس، ولو وصلت للقوانين دي هتعرف أسرار شخصيته وهتعرف كمان ليه صلاح ودي بروين فشلوا معاه ونجحوا مع غيره. في الوثائقي اللي اتقدم عنه عرفنا 3 قواعد استخدمهم السبيشال 1 في حياته المهنيه. اول قاعده: القواعد اتحطت عشان تتكسر، ده القانون اللي استخدمه السبيشال 1 خلال فتره الوقف ويخاطر بحياته المهنيه كلها ويروح الاستاد يوم الماتش بدري قبل ما حد يشوفه، واليويفا يدور عليه في وقت الماتش في المدرجات وفي المقصوره وفي كاميرات التلفزيون وبرضك مش موجود. مفيش غير مكان واحد بس ممكن يكون موجود فيه، اوضه اللبس، ويدخلوا يدوروا عليه وبرضك مش موجود، عشان على ما يوصلوا لمورينيو في اوضه اللبس يكون هو استخبى منهم في صاله اللبس والعامل يزقه ويدخله المغسله، وبكده مورينيو يكمل شغله عادي ويدي تعليماته للعيبه من ورا اليويفا وكانه ما جاش. كل ده حصل بعد وصول السبيشال 1 لنادي تشيلسي ب8 شهور بس، قادم من نادي بورتو في 2004، وفي 2007 بتخلص فترته الاولى مع النادي بعد ما حقق 6 بطولات والجمهور يطالبه بالعوده مره تانية. بس ايه اللي خلى نادي تشيلسي يجيب مدرب مثير للجدل زي ده؟ مورينيو حقق معجزه كرويه مع نادي بورتو خلت 2 من اكبر الانديه في الدوري الانجليزي يتواصلوا معاه ويقدموا له عروض. سنه 2002 بعد رحيل مدرب بورتو اوكتافيو ماتشاو بعد 36 مباراه بيتعين مورينيو، والوضع في النادي بيكون سيء جدا والمشجعين في حاله نفور من النادي، ويفكر السبيشال 1 بشكل غير تقليدي ويشتغل على 3 حاجات. اول حاجه لازم ندور على المبادئ اللي ترجع الجمهور للنادي. 2 اهم حاجه بالنسبه للاعب حالته النفسيه. 3 بدل ما نجيب نجوم كبار وعندهم خبره دوليه احنا مش هنعمل كده، مورينيو هيجيب لعيبه من الدرجات الادنى ويلعب بيها في نادي بورتو ويكسب بالفرقه دي دوري الابطال، ويقابل في دوري المجموعات ريال مدريد وبارتيزان ومارسيليا ويصعد لدور ال16، ويقابل الريد ديفلز في دور ال16
ويكسبوا في الذهاب 2-1 وفي العوده يتعادل معاه 1-1 بعد ما كانت فرقته خايفه جدا من هي تقابل الشياطين الحمر، لان مانشستر يونايتد كان من اقوى الفرق اللي موجوده في اوروبا في الوقت ده. بس مورينيو كان مدربهم على القاعده الثانيه ان احنا لو مستعدين للاسوأ فاحنا كده على اتم الاستعداد. دي القاعده اللي كسب بيها مانشستر يونايتد ويصعد لدور الثمانيه ويكمل الفوز في البطوله ويوصل للنهائي قدام موناكو، وفي 26 مايو 2004 بيكسب النهائي 3-0. وبكده مورينيو يكون حول فريق بورتو من فريق واقع وجمهوره بينفر منه لفريق اندر دوج ويكسب دوري ابطال اوروبا. بس السؤال هنا، مورينيو اللي عمل معجزه كرويه مع نادي بورتو وكسب بفرقه لسه متكونه من درجات ادنى كسب بيهم دوري الابطال، ليه ما يديش فرصه لعب لمحمد صلاح وكيفن دي بروين في تشيلسي؟ سنة 2013 بيرجع السبيشال 1 للبلوز مرة تانية ويحقق رغبة الجمهور ويشوف تألق الفرعون المصري في هز شباكهم ب3 تجوان في 4 مباريات، واسم صلاح يتحفر في دماغهم بسرعة الذهاب للمرمى والتغلب على دفاع البلوز، عشان يفكر السبيشال 1 بطريقة غير تقليدية ان بدل ما يوقف سرعة صلاح بالدفاع نوقفها بالتوقيع. طلب الشراء كان برغبة مورينيو لانه شاف فيه سرعة في الذهاب للمرمى وعنده فكر هجومي وكمان صلاح عنده ابداع. وطريقة صلاح مورينيو عايزها في تشيلسي لان مورينيو في الوقت ده كان بيفكر انه يعمل لكل مركز 2 لعيبه، وده حصل مع اوسكار وويليان وشورلا وهازارد وماتا. اصرار السبيشال 1 على طلب الشراء ما وقفش عند كده بس، كمان مورينيو كلم صلاح على الموبايل مره وصلاح كان مشغول مع النادي ومورينيو يبعت رساله وبرضك صلاح ما شافهاش، وموبايل صلاح في الوقت ده فاتورته مش مدفوعه، يعني صلاح يستقبل مكالمات بس انما ما يكلمش حد، عشان صلاح يبعت لمورينيو على الواتس ومورينيو يكلمه تاني وتتحسم صفقه انتقال صلاح للبلوز بعد ما كان صلاح رايح ليفربول وصفقته كانت وشك ان هي تتم مع الريدز. وفي سنه 2014 تتنفذ خطه مورينيو، البلوز بيشتري صلاح من بازل ب 13 مليون يورو ويوقع عقد مدته 5 سنين ونص، يعني كده كل حاجه تمام، صلاح المدرب عايزه وصلاح عنده مميزات وعنده عرض من نادي تاني، ايه اللي ناقص؟ الدوري الانجليزي مشهور بالقوه والسرعه، عامل بالظبط زي المصارعه، والدوري السويسري عامل زي التنس. تخيل لو انت جبت لاعب تنس زي رافائيل نادال ولعبته مصارعه قدام ذا روك، هيكسبوا ازاي؟ ده اقرب تشبيه للي حصل مع صلاح، شاب صغير لسه واصل البلوز مع مين؟ مع السبيشال 1، مش مستعد اجتماعيا ونفسيا وبدنيا وتايه وكل شيء صعب عليه، ده طبيعي جدا، مش بس له لان عمليه الانتقال بتاخد وقت لحد ما يحصل تكيف، وده اللي قاله مورينيو، وبالاخص لعيبه الهجوم بتحتاج وقت اكتر للتاقلم. كل ده خلى مشاركه صلاح مع الفريق محدوده ويسجل هدفين في 19 مباراه، التكيف بياخد وقت والوقت عمال يعدي وصلاح احتياطي. صلاح طموحه كبير، صلاح جاي يلعب مش جاي يقعد دكه، عشان يكون القرار ان صلاح يطلع اعاره يروح لنادي فيورنتينا على سبيل انه ينضج، ويسجل صلاح مع فيورنتينا 6 اهداف في 16 مباراه، ويرجع صلاح للبلوز مره تانية ويطلع اعاره تانية لكن بشرط مختلف. المره دي صلاح بيروح لروما لمده سنه مع وجود بند الشراء المره دي عشان صلاح يتالق مع روما ويتفعل بند الشراء ويروح لروما، وبعدها صلاح يتالق في مسيرته الكرويه، وعلى راي المثل من رحم المعاناه يخرج الابداع. صحيح مورينيو ما خلاش صلاح نجم بس جابه لاوروبا الحقيقيه وخلى صلاح يوصل لانديه الدرجه الاولى في اوروبا، وزي مورينيو ما بيقول فهو ما باعش صلاح. مورينيو بيقول انا اشتريت صلاح وجبته كلاعب بس صلاح كان محتاج وقت للتاقلم، بس صلاح ما استناش وطلع اعاره. ممكن نقدر نقول ان اللي صلاح مر بيه في تشيلسي خلاه يكون المنتاليتي ويسيب نسخه شخصيته القديمه هناك في تشيلسي ويكون شخصيه جديده صلاح قادر يمر بيها في الازمات بعد كده. تفتكر لو صلاح كان قعد مع مورينيو زي ما كان مورينيو عايز انه يقعد وياخد وقت في التاقلم، كان صلاح ممكن يوصل لايه مع مورينيو؟ قول لنا رايك تحت في التعليقات. نقلة صلاح من بازل لتشيلسي ما تختلفش كتير عن نقلة دي بروين من جنك للبلوز. كيفن دي بروين لاعب اتدرج في نادي جنك بفرقه المختلفة ومشكلته في البداية هي التأقلم، طفل جه من منطقة بعيدة عشان يسكن مع أسرة ويكون قريب مع النادي وصعب انه يتأقلم معاهم لانه ساكت طول الوقت وبيرد بس في الملعب، وده سبب خلى دي بروين ما يكملش صحيح مع الأسرة بس كمل في النادي، وفي سنة 2008 هو عنده 17 سنة بيوصل للفريق الأول. كان باين من لمسته للكورة انه لاعب مختلف، هو صحيح مش هداف بس ده كان باين جدا في تمريراته البينيه وحتى في الاهداف اللي كان بيصنعها، بس لمسته في الكوره صعب جدا اي لاعب يوصل لها. وفي سنه 2012 البلوز بيشاوروا عليه ويقولوا عليه ده الجزء الناقص في الخطه عندنا. نقله كبيره هتحصل لدي بروين لانه رايح الدوري الاقوى في العالم وفي تشكيله مليانه بالنجوم زي هازارد ولامبرد وويليان، وكان فاكر ان هو ممكن يشارك طول 90 دقيقه كلاعب اساسي في الماتش، بس نسي ان الاهم من المهاره هو النضج في التعامل، ويكمل بقيه الموسم في نادي جنك على سبيل الاعاره. السبيشال 1 وصل البلوز في 2013،
جه ولقى دي بروين موجود، على عكس صلاح اللي جه برغبه مورينيو. مورينيو شايف ان دي بروين لسه مش ناضج كفايه انه يعتمد عليه عشان دي بروين يطلع اعاره. المحطه دي هتكون نادي فيردر بريمن في البوندسليجا، دوري جديد ومنافسه اعلى، ودي فاترينا كويسه جدا لدي بروين انه يعرض فيها مهاراته ويقنع السبيشال 1 بي عشان دي بروين يتالق ويسجل 10 اهداف ويصنع 9 ويكون واحد من افضل لاعبي الفريق. بعد تالق دي بروين في نادي فيردر بريمن الجميع اتوقع لدي بروين انه يتالق لما يرجع البلوز مره تانية. اللي بيحصل لدي بروين بعد عودته من الاعاره بيخليه يمنعه من انه يكتب حكايته مع البلوز. دي بروين بيتفاجئ بخيانه صديقته ليه كارولين لايجن مع صديقه في النادي جنك السابق ومعاه بردك في البلوز الحارس كورتوا. الخيانه حصلت في الوقت اللي دي بروين كان فيه اعاره في نادي فيردر بريمن، وكمان السبيشال 1 لسه مش مقتنع بدي بروين، وبكده تكون المشاكل جايه لدي بروين من كل اتجاهات، خيانه من صديقته وخيانه من صديقه، وكمان السبيشال 1 مش مقتنع بيه. وفي كل مكان دي بروين يلعب فيه كوره يلاقي كورتوا قدامه، في النادي يلاقيه، في المنتخب يلاقيه، ودايما يفتكر خيانه جات له من 2 قريبين منه، وده يزود الالم والضغط النفسي اكتر على دي بروين بدل ما يكون موجود في مكان يسمح له انه يلعب بشكل احسن. المصايب جات لدي بروين متجمعه، ما جاتلوش على فرادة. هو لاعب جامد صحيح، بس زي ما قال السبيشال 1 اهم حاجه بالنسبه للاعب حالته النفسيه، وده اللي هيقوم بيه مدرب المنتخب البلجيكي مارك فيلموتس لما ياخد صف دي بروين، لان دي بروين مظلوم، ويطلب من دي بروين انه يحدد مصير كورتوا مع الفريق في مونديال 2014. لكن كيفن كان رحيم بكورتوا وشايف انه لاعب كويس وانه ما ينفعش مشكله زي دي تاثر عليهم، ودي بروين يختار كورتوا حارس للمنتخب. وانتهت الازمه بشكل تام كده. اول مشكله واتحلت، هيعمل ايه في اللعب مع السبيشال 1؟ في الوقت ده كان في نادي اسمه فولفسبرج، نادي طموح وبيحتل مراكز متقدمه في الدوري، ودي بروين كان طلع قبل كده اعاره في البوندسليجا وفاهم طريقه لعبهم وعارف ازاي يتاقلم. وبعدها يمشي دي بروين من نادي تشيلسي بشكل نهائي، يروح نادي فولفسبرج في الدوري الالماني ب 18 مليون يورو. وفي موسم 2013 2014 يتالق دي بروين ويصنع 6 اهداف ويسجل 3، وفي الموسم اللي بعده 2014 2015 تنفجر موهبه دي بروين اكتر واكتر ويسجل 16 هدف ويصنع 27 تمريره، عشان في نفس الموسم دي بروين يحصل على افضل لاعب في المانيا. عشان بعد اداء دي بروين الخرافي ده السيتي يفكر في ضمه ويروح لنادي الجار ب 55 مليون جنيه استرليني، وينتقل دي بروين من السبيشال 1 للفيلسوف جوارديولا ويحقق القاب ونجاحات كلنا شفناها، يحقق حوالي من 15 ل 19 بطوله. دي بروين زيه زي صلاح، الفشل خلاهم يشوفوا نفسهم بشكل احسن ويطلعوا للنور، وزي ما قال المثل من رحم المعاناه يخرج الابداع، ويطلع للنور موهبتين بقوا من اهم الاسامي اللي لمست الساحره المستديره. ويقول مورينيو بعدها ان في كتير من الاوقات بنرتكب اخطاء، وان بعض الاوقات بيتطور اللعيبه بطريقه لا يمكن اتوقعها، والبعض الاخر من اللعيبه ما بيوصلش للمستوى اللي توقعناه. عشان كده مورينيو شايف ان ده مش غلط، وان ده مجرد جزء من العمل. القانون الثالث والاخير عن السبيشال 1 اللي هيخلينا نشوف الصوره بشكل اوضح لما يقول مورينيو انا مش بدرب لعيبه، انا بدرب فرق. ويقول مورينيو ان المدرب مش هيعرف اللعيبه ازاي يلعبوا كوره. انت مش ممكن تعرف لاعب زي كريستيانو ازاي يشوط فاول، او لاعب زي ابراهيموفيتش ازاي يستلم الكوره على صدره، او دروبا ازاي ينط في الهواء ويسجل رأسيه، لكن لازم المدرب يعرف اللعيبه ازاي يلعبوا الكوره مع بعض مع الفريق. بعد قانون مورينيو الثالث بنعرف ان مورينيو عايز لعيبه جاهزه، عايز لعيبه من النوعيه تنزل ملعب تخلص، لعيب زي رونالدو او لعيب زي دروب، لعيب مش ناقصه اي شيء. يمكن ده اللي مورينيو شافه في صلاح، عشان كده مورينيو جاب صلاح للبلوز، انه شاف فيه انه لعيب جاهز، لعيب عنده سرعه وعنده فكر هجومي، فيكون صلاح من التشكيله الجديده للسبيشال 1 في البلوز اللي عملها في 2013 لما مورينيو كان معاه ديفيد لويز واوسكار وشورلا وهازارد ومات. ده فريق جديد مورينيو كان بيكونه عشان في 2015 مورينيو يحقق الدوري الانجليزي وكاس الرابطه الانجليزيه، ويمشي السبيشال 1 من النادي اللندني للمره الثانيه في 9 ديسمبر 2015 بعد 9 هزايم في 16 مباراه. رحيل السبيشال 1 من البلوز بالرغم من انجازاته بيعرفنا ان الكوره ما بترحمش. قسوه الكوره ان انت لو ما حققتش نتائج هتمشي. من تجربه صلاح ودي بروين مع مورينيو بنعرف ان اوقات بيكون عندنا المواهب اللي توصلنا اللي احنا عايزينه، بس لسه ما اتطورتش ولا جه الوقت الكافي ان احنا نحقق اللي احنا بنحلم بيه. ممكن نخسر مره واثنين وثلاثه، بس المكسب لما بيجي بيكون اكبر بكتير من الفرص اللي ضاعت مننا. صحيح صلاح ما نجحش مع البلوز، بس العوض جاله. في سنة 2017 صلاح بيوقع مع الريدز عقد بقيمة 50 مليون دولار، وده رقم استثنائي وقياسي لنادي في وقتها. وصلاح لقى مدرب يفهمه زي كلوب، ويحصل صلاح على إشادة بأدائه مع الريدز من زميله في البلوز السابق فرانك لامبرد. ويقول لامبرد إن محمد صلاح أصبح نجم، لكن انضم للبلوز في الوقت الغلط. بعد ما وصلت لحل اللغزين اللي كنت عايزك تكتشفهم، دي آخر مرة هتشوفني فيها. المرة الجاية هتبدأ رحلة مختلفة تماما من الألغاز وتقابل مستر إكس مي.
بعد ما حلينا السر وراء فشل محمد صلاح وكيفن دي بروين مع مورينيو، شاركنا برأيك عن الحلقة في التعليقات تحت.